السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل السمك المقلي بتتبيلة في منتهى الجمال. أتمنى لو الطريقة عجبتكم ما تنسوش لايك للفيديو. اتفضلوا معايا نشوف الطريقة هنعملها ازاي. معايا كمية مناسبة من الثوم، معايا فلفل أحمر وفلفل شطة، تمام، وليمون، والتوابل معايا كمون وبابريكا وملح. وطبعا لو احتاجنا ملح تاني هنزود، وهنعصر طبعا ليمون، كمية ليمون مناسبة جدا، لأن طبعا الأساس في السمك أو الأسماك عموما الليمون معانا والكمون. تمام، نبدأ على بركة الله. طبعا السمك معايا متنضف تماما. هنعمل التتبيلة بتاعتنا، هنفرم الثوم وهنفرم معاها الفلفل وهنعصر عليها الليمون وهنحط التوابل في الكبة وهنشوفها بعد ما تطفي. معايا التتبيلة بعد ما فرمتها وبقت ناعمة معايا كويسة جدا بالشكل الجميل ده كده معايا. تمام، عصر عليها كمية ليمون حوالي 3 ليمونات. تمام، لأن التتبيلة بتشبعيها بالليمون بيظهر في طعم السمك بعد كده. تمام، السمك ده بسم الله ما شاء الله الحجم بتاعه سمكة كبيرة. تمام، لو سويتيها بالشكل ده كده اهوت زي ما هي فطبعا مش هتستوي كويس معاكي، فبالتالي هناخد السمكية كده هنعمل لها فتحات كده كده، يعني عشان بس التتبيلة توصل للحم بتاع السمكة كده. تمام كده، من الناحية التانية هكذا. طبعا الخطوة دي مهمة جدا عشان السمك بتاعك يتبل ويشرب من التتبيلة كويس جدا. هنعمل السمك كله بنفس الطريقة. هنمسك التتبيلة بقى، طبعا هنمسك السمكية كده وهنتبل قلبها بالشكل ده كده. طبعا احنا حاطين في التتبيلة شطة، اللي هي الشطة الحمراء، الفلفل يعني الشطة. تمام، فناخد بالنا طبعا اللي معايا كده بيبقى بالشكل ده كده، وناخد برضه من التتبيلة ونحط هنا في الفتحات دي كده عشان يشرب كويس جدا اللحم بتاع السمك من التتبيلة كده بالشكل ده كده. تمام، من الناحية التانية. وطبعا هنعمل باقي كمية السمك بالخطوة ديت ونرجع نشوفه ان شاء الله. السمك اهوت بعد ما تبلته اللهم بارك بالشكل ده وسبته حوالي ربع ساعة في التتبيلة. تمام، ورجعت جبت لكم اللي بعد ما تبل خلاص عشان نقليه مع بعض ونشوف التركات الجميلة جدا هتخلي لنا السمك يبقى لونه ذهبي وفي منتهى الجمال. معايا الدقيق اللي انا هبدر بيه السمك واقليه. تمام، هحط عليه حاجة هي بقى اللي هتطعم لي السمك ومش هتخلي لي فيه ريحة زفارة خالص. هحط معايا كده كمون. كمون طبعا ده يعني اساسي مع السمك، وفلفل اسمر كده حوالي نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، وطبعا الملح، ملح كده كمية عادية من الملح عشان يبقى السمك بتاعنا متشبع كده بالملح وما يبقاش دلع يعني. تمام، هنقلب بقى معانا كده كده هتاكلي سمك جميل جدا ما فيهوش اي زفارة خالص، واحلى من سمك المطاعم بمليون مرة. ناخد السمك بتاعنا نبدره بالدقيق اللهم بارك بالشكل ده كده. طبعا نضغط السمك في الدقيق كويس جدا. الطاسة بتاعتي على النار فيها زيت، كمية زيت مناسبة.
على ما بكون بدرت السمك كويس جدا بالدقيق، ببدأ الزيت سخن وبنزل بالسمك. طبعا شايفين، وطبعا استحالة التتبيلة تقع من السمك لان التتبيلة انا منعماها كويس جدا. تمام، بعمل كمية السمك بتاعتي كلها بنفس الطريقة، وبنشوف هنقلي السمك الجميل بتاعنا ازاي. معايا الطاسة بتاعتي كده على النار، ببدأ انزل بكمية زيت مناسبة. معايا الزيت كده سخن، وهبدأ انزل بالسمك بتاعي. طبعا السمك يستحسن ان احنا بدرناه بالدقيق، ما ننزلهوش على طول وهو لسه الدقيق مبدرينه بيه، بنسيبه شوية علشان السمك من بره يشرب من الدقيق، ما نبلهوش ولا حاجة علشان ما ينزلش الدقيق في قلب الزيت. تمام، معايا السمك كده اهو بالشكل ده كده اهو، وهنبدأ اللهم بارك ننزل بيه كده. تمام، وطبعا لو سمك كبير ما ينفعش ان احنا نقليه على نار عالية، لان طبعا لو قليتيه على نار عالية مش هيستوي معاكي من الداخل. اول ما بننزل بيه على نار تكون عالية، وبنهدي بعد كده النار عشان طبعا يستوي معانا كويس جدا. طبعا شايفين اللهم بارك ما نزلش دقيق ولا حاجة بالشكل ده. طبعا بنسيبه بيتقلب، بياخد وش من ناحية ومن الناحية التانية نقلب على ايه، على الوش التاني. تمام، كده يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. السمك اللهم بارك زي ما شايفين حاجة كده تحفة جدا، ومعاه سلطة خضراء. تمام، ومعاه رز صيادية في منتهى الجمال، وسلطة طحينة كمان اللهم بارك بالشكل الجميل ده كده. طبعا السمك بتاعي هنعصر عليه بقى ليمون بالشكل ده كده. نحط بقدونس، ده بقدونس. اتمنى تكون الطريقة عجبتكم، يا ريت لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو عشان غيركم يستفيد. اعملوا السمك بالتتبيلة ديت ان شاء الله في منتهى الجمال. طبعا كتير منكم عارفين الطريقة ديت، بس في تريكات في الفيديو في تتبيلة السمك والتوابل اللي بنحطها مع الدقيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.